السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين وبخير، ينعاد علينا كلنا الأيام بخير. آه بقالنا كتير ما بناخدش حصص في الكورسات، فالحصة دي مهمة جدا جدا ل للركنة، للأيادي بتاعت الركنة. آه هنشرح من غير طبعا مكنة، شرح القص بس. هنشتغل على المكنة بفيديو تاني، يعني الفيديو ده ليه جزء أول وده الجزء الأول وليه جزء تاني اللي هو هنشتغل على المكنة. تمام. آه احنا معانا الأيادي بتاعت الركنة نوعين، ماشي. نوع اسمه كتف ونوع اسمه ايد. الكتف عندنا، تمام. هاحط لكم صورة توضح الكتف دلوقتي. تمام. الكتف ده بيبقى زي ما احنا شايفين، الظهر والايد زي بعض، سوا بعض. تمام، مفيش فرق بينهم خالص. طيب، الايد اللي هي ايد، الايد اصلا في الركنة زي ما احنا شايفين دلوقتي. تمام. بيبقى في فرق بينها وبين الظهر، يعني الإيد والظهر في فرق بينهم. يبقى احنا كده دول النوعين اللي عندنا في الأيادي، نوع بإيد ونوع إيد ونوع كتف. خلاص. طيب، هنقص الأول اللي هي الكتف. لو أنا كورنيش هعملها ازاي، لو من غير كورنيش هعملها ازاي؟ هنعتمد المقاسات دي معتمدة، يعني هتكتبيها عندك في الورقة. المقاس اللي أنا هقوله ده معتمد. خلاص، سواء عندنا في الجكار أو في القطيفة اللي هي السنبلة أو في القطيفة اللي هي المربعات الانترلوك، معتمدين إن شاء الله المقاس ده. طيب، أنا هشتغل على الجكار عادي، ده أو ده واحد. طيب، لو أنا هعمل الكتف من غير كورنيش هناخد مقاسه ايه؟ هناخد من طول القماش ده من غير كورنيش، هناخد من طول القماش 1.5 متر. هنروح قاصين كده، نقيس من هنا كده 1.5 متر من طول القماش. خلاص كده ده 1.5 متر. ونيجي من عرض القماش اللي هو البرسل والبرسل، هنروحوا تانيينه كده وهيبقى معانا 2 ايد. خلاص، كده معانا 2 ايد. كده هيتقص اهو. دي الحصة دي للقص بس، مش للخياطة، يعني هنعمل حصة تانية للخياطة. يبقى انا معايا هنا 2 ايد، ماشي، للكتف اهو كده. 2 كتف يعني. خلاص. طيب، هنشتغل على واحدة بس. دي من غير كورنيش هناخد 1.5 متر. بيبقى اقل من كده، بيبقى اقل من كده، بس انا اعتمدت 1.5 متر عشان في حاجات بتبقى ضخمة كتيرة وفي حاجات بتبقى صغيرة شوية، فخدنا الوسط بين المقاسين. تمام. طيب، لما نيجي نقفلها بنعمل ايه؟ بناخد هنا 40 سنتي ونبتدي على العضلة 40 سنتي ونبتدي نقفلها كده. وهناخد في الحصة الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي التقفيل. خلاص كده تمام. ده لو هنعمله بكورنيش، من غير كورنيش قصدي، معلش. طيب، لو هنعمله بكورنيش هنقصها قد ايه؟ انا بتكلم على الكتف لحد دلوقتي، احنا بنتكلم على الكتف. احنا من غير كورنيش قصناها 1.5 متر، بكورنيش هنقصها 1 متر بس. يبقى هنقيس من هنا 1 متر طول القماش وهنقص
وزي ما برضو البرسل للبرسل، وهنتني كده وهنطلع اتنين كتف. بلاش اقول لكم ايه عشان متلخبطوش. يعني معانا الكتف ده اتنين ل ل ل ل يعني لو كنبة ليها اتنين او ليها واحدة يبقى ده هيبقى اتنين. يا رب تكونوا فاهمين الحتة دي وما اكونش لخبطتكم. يبقى احنا معانا اتنين اهو، ده كده متر في نص عرض القماش. طيب هناخد برضو واحدة في التقفيل، هناخدها برضو بالتفصيل. في التقفيل هنروح مطبقين كده وخلاص. تمام، هناخد التفاصيل في الفيديو اللي جاي. كده انا خلصت. يبقى احنا معانا ده الكتف خلاص، هيبقى ده متر ونص وده متر ونص للي ملهوش كورنيش، ومتر للي ليه كورنيش. خلاص ادي كده قصينا الكتف. خلاص، معتمدة المقاسات وطريقة القص. خلاص، خلي بالكوا دي للقماشات اللي بتمط. طيب انا عندي قماشة مش بتمط، اعمل ايه؟ احنا لو انا مثلا دي عندي متر ونص في 80 سنتي، بنشتغل على القماشة اللي ما بتمطش بنفس الوضع. بناخد الشريحة متر ونص في 80. هبقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله، انتظروا فيديو للقماش اللي ما بيمطش. يلا نيجي بقى للايد. الايد بصوا بقى، انا هقص بالتاني، هقص بده برضو. المقاس معتمد. خلاص، المقاس عندنا معتمد، هتعتمدي المقاس ده. خلاص، لو انا هعمله من غير كورنيش هقص متر وعشرين. في ناس بتقص متر وربع عادي، مش مشكلة، ال5 سنتي مش هتعمل لي حاجة. عايزة تقصيها متر وعشرين تمام، تقصيها متر وربع تمام. يبقى انا هاخد من طول القماش متر وعشرين او متر وربع، اعتمدي المقاس. طيب نعمل ايه بعديها؟ هنجيب البرسل على البرسل زي ما احنا شايفين كده، ونروح قاصين 2 ايد. هيبقى معانا 2 ايد، نفس الطريقة التانية. طيب واحدة تيجي تقولي طب ما انت كده قصيتي ده زي ده. لا، ده قصيته اللي هو الكتف قصيتها متر ونص، انما الايد قصيتها متر وعشرين. خلاص، بنيجي بقى في تكاية. خلاص، هناخد واحدة نشتغل عليها في تكاية. انا دلوقتي هعمل دي متر وربع او متر وعشرين في 80 سنتي اللي هو نص عرض القماش. خلاص، هنعمل ايه؟ اقول لكم بقى هنعمل ايه. هنقيس من هنا 40 ونبتدي نطبق الباقي، يعني كده 40 وطبقنا الباقي. خلاص، نيجي بقى ده الواجهة اللي فيها المراية بتاعت الايد، وده ال الايد من عند الظهر، يعني الظهر بيبقى هنا. بنعمل كده، مفروض نعمل كده 4 صوابع. طبعا عشان هي صغيرة فانا يعني هعملها صغيرة. المفروض بعمل كده 4 صوابع وباخد المقاس. ماشي، مثلا هنعمل كده. تمام، دول 4 صوابع او 15 سنتي. بس انا يعني خليها 4 صوابع عشان تديكي براح. 10 سنتي 15، بس خليها 4 صوابع احسن. انا بحسها ان هي بتبقى مديه براح شويه. بنقص كده لحد النص هنا، يعني دي بتبقى كده.
ونبتدي نطبق دي 2 كده، الحتة اللي احنا قصيناها طبقها 2 كده ونقص. ادي كده دي الايد، خلاص هتبقى ده منظرها. خلاص كده، ده لو من غير كورنيش. طيب لو بكورنيش هنعمل ايه؟ خليها على جنب. لو بكورنيش هناخد من طول القماش 80 سنتي. تمام، هنقص كده ال80 وزي ما اتعودنا هناخد كده نقسمها 2 زي ما احنا شايفين كده. ناخد واحدة نشتغل عليها. طيب بنعمل بقى لو هو بكورنيش بنروح مطبقينها كده، ما بناخدش 40 سنتي ولا حاجة. طيب احنا قلنا دي، بصوا انا هظبطها. اهي ونطبقها كده. ده لو بكورنيش بنطبقها ما بنسيبش ال40 سنتي خالص. ده كده من غير بكورنيش قصدي. تمام، دي الحتة بتاعت المراية ودي اللي عند الظهر كده. برضو هناخد 4 صوابع، المفروض بناخد 4 صوابع من هنا ونكمل، بس دي عشان صغيرة هناخد حتة صغيرة. ماشي، 4 صوابع كده. لو الناس اللي بتحب بالمقاس خديها 10 سنتي او 15 سنتي زي ما تحبي. خلاص هنا اهو لحد هنا بس، وهنبتدي دي نقسمها 2 كده. خلاص بسم الله، ونقصها كده كده. تمام كده، انا اشتغلت على كله يعني. كده عملت لكم الكورنيش واللي من غير كورنيش. تمام، في الكتف والايد. خلاص هنشتغل على المكنة. تمام، في الفيديو اللي جاي. يا رب بس يكون القص بتاع الايد مفهوم قوي يعني كده. لو حد عنده اي سؤال اسألوني في الكومنتات. انا كده خلصت، عملت بينت لكم الفرق بين الكتف والايد. تمام، وقلت لكم الثوابت بتاعه المقاسات. وما تنسونيش دايما في اللايك والشير، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.